يا مساء الخير. أكلة تركية بامتياز واسمها الكارنيارك، حتى اسم الأكلة التركي ماله عربي أبدا. خلينا أول شي نجهز الحشوة. قليت بصلة مع لحمة كبابة ناعمة، رشيت لملح، فلفل أسود وفلفل أحمر. بعد ما تستوي اللحمة تماما بضيف معلقة كبيرة من دبس البندورة أو معجون طماطم، هو اللي حيعطي الطعم المميزة. وآخر شي بقدونس مفروم، وبطفي النار مباشرة. حنجهز الباذنجان، بنقشره بهي الطريقة، بيعطي كتير شكل أحلى وقت التقديم. أنا بسميها درب ودرب، ما بعرف إذا في حدا بيقول مثلي أو إذا عندكم غير مسمى. وبنقلي الباذنجانات بحالهم، وبعدين بنطبقهم بالبايركس، وبعدين بنشقهم بشكل طولي، أو مثل ما بيقولوا بعض الناس بنشق لهم بطنهم للباذنجانات، وبنحشيهم بالحشوة اللي جهزناها. بعد ما نقسم الباذنجان من النص بنحاول نفتحها شوي لحتى تستوعب حشوة منيح، وبنصب فوق حلقات البندورة وفليفلة خضراء، وبكاسة مي بنحط معلقة معجون طماطم وبنصبها فوق الكارنيرك. بنحطه بالفرن على حرارة 200 من تحت بس، مجرد غلت معناتها صارت. بتقدم جنبها رز. هي أكلة كتير كتير طيبة ومميزة. ممكن في ناس تقول هي الأكلة ما تركية، هي الأكلة أصلا عربي، وفي ناس بتسميها منزلة الباذنجان، بس هي الأكلة تركية 100% وقديمة كتير. حتى في منهم بيقولوا القرنيرق، وبتعني ترجمتها بظن البطن المفتوح أو هيك شيء. أيا كان أصلا، إن شاء الله تكون عجبتكم وصحة وألف هنا، ولا تنسوني من دعمكم الحلو. بشوفكم بوصفات جديدة بإذن الله.